واحد الشخص سميتو وارين بافيت. هذا الشخص معروف بانه واحد من اذكى المستثمرين في العالم. بافيت عنده بحال واحد الحدس اللي كيخليه يعرف شنو الشركات اللي غادي تنجح في المستقبل. 2008 وارين بافيت كان كيشوف في العالم ديال السيارات وخصوصا السيارات الكهربائيه. في هذا الوقت تسلا كانت بدات كتسالي اول سياره ديالها واللي هي تسلا رودستر، والناس كانت مهتمه بها بزاف. لكن وارين بافيت غادي يقرر يدير واحد الحاجه مختلفه. بافيت غادي يستثمر في واحد الشركه صينيه سميتها بي واي دي. هاد الشركه ما كانتش معروفه بحال تسلا، ولكن كانت كتخدم على واحد التكنولوجيا متطوره وكتصوب واحد السيارات بجوده مزيانه وثمن مناسب. في هذا الوقت الناس كانوا كيتسائلوا علاش وارين بافيت اختار بي واي دي عوض تسلا. الجواب هو ان وارين بافيت شاف بان بي واي دي عندها امكانيات كبيره باش تكبر في المستقبل، خصوصا في الصين واللي هي اكبر سوق ديال السيارات في العالم. دازت سنين وبالفعل الرهان اللي حطوه وارين بافيت في البدايه كان في المحل ديالو. الفلوس اللي حطها في البدايه واللي هي تقريبا 232 مليون دولار ولات كتسوى الملايير. وارين بافيت عنده واحد الشركه كبيره هي اللي مسؤوله على الاستثمارات. هاد الشركه سميتها بيركشير هاثاواي. في 2021 الحصه ديال هاد الشركه من شركه ديال بي واي دي ولات القيمه ديالها ل 7 مليار دولار، يعني مشاو من 232 مليون دولار ل 7 مليار دولار. بي واي دي ماشي غير شركه ناجحه، ولكن واحد الشركه اللي بدات كتحطم الارقام القياسيه، بحيث في شهر ديسمبر بوحدو 2024 غادي يبيعوا اكثر من نصف مليون سياره. يعني 2024 قدروا يبيعوا اكثر من 4.27 مليون سياره. في الثمانينات الا بغيتي تبدا واحد الشركه باش انك تصوب السيارات، الصين كانت هي اسوأ بلاصه تقدر تمشي ليها. صناعه السيارات في هذا الوقت في الصين كانت ضعيفه بزاف، وكانوا غير شويه ديال المصانع اللي قدام وكيصوبوا طوموبيلات كتبان بانها جايه من العصر الحجري. لكن دابا في 2025 كل شيء تبدل. الصين حاليا ولات كتصوب سيارات كافيه باش تلبي الطلب ديال نصف سكان العالم، والشركه اللي دارت التغيير هي بي واي دي. هاد الشركه اللي بدات كتجمع في البدايه غير البطاريات ولات اليوم وحده من اكبر الشركات اللي غادي تبدل المستقبل ديال النقل في العالم، من السيارات الكهربائيه للحافلات الالواح الشمسيه وغيرهم. بي واي دي فاش بداو في 1995 ما كانوش كيصوبوا السيارات، لكن كانوا كيصوبوا البطاريات، بحيث المؤسس ديال هاد الشركه وان تشوان فو غادي يشوف واحد الشركه كانت كتمتلكها الحكومه ديال الصين واللي كانت غدا الهويه. هاد الشركه سميتها سي ان تشوان وانغ. في هذا الوقت غادي يقرر يشري هذه الشركه وخدا تقريبا 77% من الحصه ديال الاسهم ديالها، ومن بعد غادي يبدل السميه ديالها باش غادي تولي بي واي دي اوتو. لكن الناس اللي كانوا مستثمرين في بي واي دي وبما انها كتصور البطاريات ما غاديش يعجبهم هذه الخطوه اللي دار المؤسس ديال الشركه، حيت كيشوفوا ان هذه الشركه اللي شراها جديده غدا للهويه. لكن وانغ كانت عنده افكار واحده اخرى، بحيث بغى يستخدم التجربه ديال البي واي دي في البطاريات باش يصوب سيارات كهربائيه. هذه الشركه اللي شراها وانغ واللي قلنا سميتها سي ان تشوان كانت كتصوب طوموبيلات من الثمانينات. هذا الشيء اللي خلى عندهم واحد شويه ديال المعرفه في الصناعه، والاهم من هذا الشيء هو ان الشركه كانت عندهم الرخصه ديال التصنيع من عند الحكومه، حيت في هذا الوقت ماشي اي واحد جديد كان يقدر يحصل على هذه الرخصه من عند الحكومه الصينيه الا بغى يدخل لهذا السوق ديال السيارات. وهذه كانت بالنسبه لوونغ واحد الفرصه كبيره. هنا بي واي دي غادي تبدا الانتاج ديال السيارات ديالها، واول سياره غادي تنتجها هي واحد السياره سموها 316. هاد السياره كانت واحد الفشل كبير للشركه، بحيث الشكل ديالها ما كانش كيبان زوين لدرجه انه ما تقبلاتش حتى تحط في المعرض ديال السيارات. وهنا وونغ غادي يتقبل هاد الشيء وغادي يحبس الانتاج ديال السياره، لكن من بعد غادي يبدل الخطه ديالو وغادي يخرج واحد السياره جديده سميتها بي واي دي اف 3. هاد السياره كتشبه التويوتا كورولا، ولكن السعر ديالها تقريبا نصف ديال تويوتا. هاد بي واي دي اف 3 غادي يتباع بواحد الشكل كبير لدرجه انهم في العام الاولاني ديالهم غادي يبيعوا اكثر من 63 الف وحده، وفي الظرف ديال 20 شهر قدروا يبيعوا اكثر من 100 الف وحده. هنا الشركه ما وقفاتش، قرروا يخرجوا واحد السياره جديده سموها بي واي دي اف 6. هاد السياره اللي كانت كتشبه الموديل ديال هوندا اكورد. وهنا بزاف ديال الناس بداو كيقولوا بان الشركه ديال بي واي دي كتخرج سيارات اللي هي نسخ من السيارات ديال الشركات الاخرى، وخصوصا الشركات اليابانيه، بحيث كانوا كياخذوا التصاميم ديال هاد الشركات وكيعدلوا عليهم واحد شويه باش يبانوا بانهم مصوبين في الصين ويحطوهم في السوق الصيني. لكن وونغ واخا هاد الانتقادات اللي بدات كتخرج، حيت بداو كيقولوا ليه باللي نتوما غير كديروا نسخ ديال سيارات اخرى، غادي يكمل في نفس الاستراتيجيه، وقال بانهم كيعتمدوا على تصاميم وتقنيات اللي ما عندهاش براءه اختراع، يعني ما داروا حتى شي حاجه ماشي قانونيه. من بعد في 2006 بي واي دي غادي تخرج من التجارب اللي كانوا كيديروها باش يصوبوا واحد السياره كهربائيه، وبداو كيدخلوا في المجال ديال البحث والتطوير، بحيث الشركه غادي دير واحد المعهد سموه معهد بحوث السيارات الكهربائيه. وكان الهدف منه هو ان بي واي دي تولي اكبر اسم معروف في العالم في هذا المجال، حيت في هذا الوقت كانت عندهم خطه باش انهم ماشي غير يبقاو في السوق الصيني ولكن يخرجوا حتى على السوق ديال برا. وهنا بداو كيصوبوا في السيارات الكهربائيه وحتى السيارات الهيبريد. في 2015 وونغ كان عنده واحد الهدف كبير، بحيث ان بي واي دي كانت هي اكبر شركه ديال السيارات في الصين. وونغ فو اللي هو المؤسس ديال بي واي دي
كان عنده واحد الهدف كبير، بحيث قال ان بحلول 2015 الشركه ديالو هي اللي غادي تسيطر على السوق الصيني، وبحلول ديال 2025 BYD غادي تسيطر على العالم، حيت كان كيشوف بان السيارات الكهربائيه هي الحل في المستقبل، خصوصا ان العالم باغي يعتمد على الطاقه النظيفه. في مارس 2008 BYD غادي تعرض اول سياره ابريد ديالهم واللي سميتها F3DM. هذا الموديل اللي كان كيتعتبر ثوره في السوق ديال السيارات في هذا الوقت، بحيث في البدايه هاد السيارات غادي يبداو يبيعوها للمؤسسات ديال الحكومه الصينيه، لكن من بعد في 2010 غادي تخرج للعموم، يعني اي واحد يقدر يشريها. في 2009 المبيعات ديال السيارات ديال BYD كانت كتدخل الشركه الام 55% من العوائد، يعني هاد الدومين الجديد اللي دخلوا ليه ولا كيجيب لهم النصف ديال الارباح تقريبا. وهنا بداو كيفتحوا في مصانع في مدن مختلفه في الصين، بحال مدينه سيئان، مدينه شنجن وغيرهم، باش يبداو يصوبوا سيارات اكثر ويربحوا اكثر. لكن هنا الامور غادا تتعقد. هذا التوسع السريع اللي كان عند الشركه غادي يخلي بزاف ديال المشاكل يبانوا، حيت انهم بداو كيركزوا على الكميه عوض الجوده، يعني بداو كيركزوا على انهم يلبيو الطلب اللي كاين في السوق عوض انهم يركزوا في الديتاي. الحاجه اللي خلات BYD تبدا تعاني في 2010، حيت بزاف ديال الوكلاء ديال السيارات ما بقاوش كيبغيو يبيعوا السيارات ديالهم. يعني هنا الشركه بحال اللي بغات تنقز المراحل، وحتى واحد الهدف كانوا حاطينه باش انهم ينتجوا 800 الف سياره في 2009. هذا الهدف ما قدروش يوصلوا ليه. هنا عوض ما يهبطوا يديهم قرروا انهم يعاودوا ترتيب ديال الاوراق ديالهم، وبداو كيصلحوا في المشاكل اللي كانوا في الشركه. BYD بداو كيركزوا اكثر على الماركتينغ ديال البراند، وبداو كيدخلوا لسوق جديد واللي هو السوق ديال الحافلات الكهربائيه، بحيث مثلا غادي يخرجوا واحد الموديل سميتو K9 اللي غادي يبيعوا منه 1000 وحده لواحد المقاطعه في الصين سميتها خونان. وهاد الشاحنات ما كانتش غير صديقه للبيئه، ولكن كانت كتقدر تمشي المسافه ديال اكثر من 300 كيلومتر غير بشارج وحده. في 2010 السياره ديال BYD واللي كان مانفيستي فيها وارين بافيت بشكل كبير غادي دير واحد الشراكه مع الشركه الالمانيه الكبيره مرسيدس. هاد التعاون ما بين مرسيدس وBYD غادي يخرج عليه واحد الماركه جديده ديال السيارات سميتها دنزا. هاد الماركه الجديده اللي خرجت اول مره في 2012، لكن في 2024 مرسيدس غادي تخرج من هذا المشروع. قات BYD هي اللي كتحكم في هاد الشركه كامله، بحيث الاسم ديال هاد الشركه ديال دنزا غادي يتبدل وغادي يولي شنجن دنزا نيو انرجي فييكل. وهنا مرسيدس كانت قلصات الحصه ديالها في العام اللي فات ل 10% فقط من الاسهم ديال الشركه، و90% كامله ولات في الايد ديال BYD. 2013 BYD غادي تخرج واحد السلسله ديال السيارات سماتها داينستي. وحده من السيارات ديال هاد السلسله اللي خرجوها كانت واحد السياره سميتها BYD تشين. هاد السياره اللي غادي تدخل الشركه ارباح خياليه. من المعروف بان الحكومه الصينيه كانت كتعاون الشركه ديال BYD بواحد الشكل كبير، حيت مثلا في 2016 BYD غادي تدخل من المساعدات ديال الحكومه الصينيه اكثر من مليار دولار، وهاد المساعدات كانت ليها الفضل الكبير ان الشركه تبقى غاده في هذا النجاح. لكن في 2017 الحكومه الصينيه غادي تقرر انها تقلل من هاد الاعانات، وهنا المبيعات ديال BYD بداو كيطيحوا لدرجه بان المؤسس ديال BYD وونغ فو قال في 2019 بان الهدف ديال الشركه ما بقاش هو يسيطروا على العالم، ولكن يبقاو على قيد الحياه، يعني الشركه ما ديرش الافلاس. هنا BYD ما غاديش تستسلم، بحيث في 2020 بداو كيركزوا اكثر على المجال ديال الابتكار، بحيث رغم ان 2020 كان واحد العام صعيب لهم، لكن المبيعات ديال السيارات الكهربائيه من بعد هذا الوقت غادي تعرف واحد الطفره في الصين. بحيث الا غادي تكونوا لاحظتوا من مورا كورونا بدينا كنسمعوا بزاف على السيارات الكهربائيه في الصين، وكيفاش العدد ديالهم بدا كيتزاد بزاف في البلاد، لدرجه بان المبيعات ديال BYD غادي تمشي في 2020 من 427 الف سياره في العام لاكثر من 3 مليون سياره في 2023. يعني هنا كندوي على المبيعات ضربات في 6 المرات ولا اكثر، لدرجه بان المبيعات ديال الشركه ديال BYD في 2022 كانت كتشكل تقريبا 22% من المبيعات ديال السيارات كاملين في الصين، في حين انهم في 2020 ما كانوش كيمثلوا حتى 6%. هذه الثوره ديال السيارات الكهربائيه خلات BYD تطلع بواحد الشكل كبير، لدرجه بان الشركه ديال تسلا بداو كيتسائلوا شنو واقع، حيت مثلا ايلون ماسك في واحد التصريح قبل كان كيضحك على الفكره ديال ان BYD تقدر تنافسهم في المستقبل. Trying to compete. Why do you laugh? في 2023 BYD غادي تقرر تحبس الانتاج ديال السيارات العاديه، يعني السيارات اللي كتخدم بالبنزين ولا الديزل، وقرروا انهم غادي يركزوا فقط على السيارات الكهربائيه. بالنسبه للشركه هذا ما كانش فقط تغيير ديال المسار، يعني غادي يركزوا غير على السيارات الكهربائيه، ولكن كانت اعلان ديال الحرب ديال BYD باش تسيطر على هاد السيارات في العالم كامل، لدرجه بان الشركات الاخرين ديال السيارات في هذا الوقت اللي كانت كتنمو فيه BYD بهذا الشكل الكبير ما فهموا والو. لكن رغم هذا النجاح الكبير BYD ما غاديش ينساو البدايات ديالهم، حيت في 2023 غادي يخرجوا واحد الموديل ديالهم سميتو BYD سيغول، واللي هي واحد السياره كهربائيه صغيره والسعر ديالها رخيص بزاف، بحيث تقريبا كتقدر ب 10 المليون مغربيه. هاد السياره اللي ولات مشهوره في الصين لواحد الدرجه كبيره، وBYD ورات العالم بان السيارات الكهربائيه ماشي خاصها تكون غاليه باش تكون زوينه، لدرجه انهم في نوفمبر 2023 من بعد وقت قليل من الاطلاق ديالهم غادي يبيعوا اكثر من 2000 وحده. BYD من بعد بغات
بغات توسع الامبراطوريه ديالها وقرروا يشريو واحد الشركه ديال التامين صينيه سميتها اي بي سي انشورنس، بحيث بوادي كيشوفوا بانهم الا كانوا غادي يسيطروا على السوق ديال السيارات الكهربائيه في العالم كامل، علاش ما يديروش التامين ديال هاد السيارات لراسهم. ودي واحد الخطوه ذكيه بزاف، يعني بوايدي دخلوا حتى للمجال ديال لاسيرونس، بحيث الحدود يونيو 2024 يعني العام اللي فات بوايدي كانت كتخدم هاد الخدمه ديال لاسيرونس ديالهم في الصين في 7 ديال المقاطعات كبيره في الصين. وهنا فاش كنقولوا مقاطعه في الصين فكل مقاطعه يعني كتكون بلاصه كبيره فيها بزاف ديال المدن، واللي المساحه ديالها يقدر يكون قد المساحه ديال المغرب. وهنا بينوا بان الشركه باغا تدخل لهذا السوق. في غشت 2023 بلوغ 5 مليون سياره كهربائيه. ولا كان كيبان لك هذا الرقم كبير، فالمؤسس ديال بي واي دي وانغ فو قال للشركات الصينيه الاخرى اللي كيصنعوا هذه السيارات الكهربائيه باش يجمعوا الجهود ديالهم كامله ضد الشركات الاخرى في العالم، عوض ما يبقاو يتنافسوا مع بعضياتهم. بي واي دي ما غاديش توقف هنا. في يناير 2024 هذه الشركه غادي يعلنوا على انهم تسلموا اول سفينه ديال الشحن ديال بي واي دي ديالهم. تخيل معايا شركه ديال السيارات غادي يشريو سفينه ديال الشحن اللي غينقلوا فيها السيارات ديالهم. هذه السفينه اللي سميتها بي واي دي اكسبلورر نمبر 1 طول ديالها 200 متر، والشركه شراتها بالخصوص باش تنقل السيارات ديالهم عبر المحيطات وخصوصا لاوروبا. في نوفمبر 2024 وبمناسبه ديال ذكرى التاسيس ديال شركه بي واي دي غادي يحتفلوا بالانتاج ديال 10 مليون سياره كهربائيه، وهذا واحد الرقم اللي كبير، حيت انا كندوي على بي واي دي الشركه اللي بدات في البدايه بفقط 20 شخص اللي كيخدم فيها، وفي ظرف فقط ديال 30 عام قدروا يوليو اول شركه في العالم كتوصل للرقم 10 مليون سياره كهربائيه. الشركه اللي بدات ب 20 شخص حاليا كيخدم فيها اكثر من مليون شخص، حيت هذه الشركه حاليا عودات التشكيل ديال عالم السيارات في العالم، حيت غادي تمشي من ان السيارات الكهربائيه هي واحد السيارات اللي كيستعملوها فئه قليله من الناس للسيارات اللي ولات دابا هي المستقبل. حسب واحد التقرير خرجوا البنك ديال جولدمان ساكس الامريكي 2023 تحت العنوان السيارات الكهربائيه واتس نيكست، يعني شنو اللي جاي، كيقولوا بان البطاريات ديال هاد السيارات التكلفه ديالها كتشكل تقريبا 30% من التكلفه ديال السياره، لكن في المستقبل هاد النسبه تقدر تنزل ل 15 حتى ل 20%. يعني كندوي بان السيارات الكهربائيه في المستقبل غادي تولي ارخص، وبالتالي نسبه كبيره من الناس غادي يوليو يشريو هاد السيارات. وهنا ما كندويش على دول بحال امريكا الصين ولا اوروبا، لكن الدول في العالم كامل. يعني بالنسبه للشركه الصينيه وشركات اخرى هادشي اللي جاي اكثر بنسبه كبيره من اشنو كاين دابا. فكنتمنى اللي عنده تجربه مع الشركه ديال بي واي دي خليها لينا في الكومونتير، وكتبوا لي شنو الشركه اللي بغيتو ندوي عليها في الفيديو الجاي. نشوفكم في الفيديو الجاي.